تخيل لو أغلى إنسان في الكون قال لك اطلب اللي أنت عاوزه وهنفذه لك حالا، سقف طموحك هيوصل لغاية فين؟ فلوس، قصور؟ بطل حكايتنا النهارده اتقالت له الجملة دي وطلبه كان أذكى وأجمل طلب ممكن تسمعه. الصحابي ربيعة بن كعب، شاب فقير لكن قلبه غني بحب النبي صلى الله عليه وسلم، قرر يكرس حياته لخدمة النبي، يسهر قدام بابه ويجهز مية وضوءه. وفي ليلة النبي صلى الله عليه وسلم حب يكافئه على إخلاصه، فقال له الكلمة اللي الكل بيحلم بيها: سل يا ربيعة، اطلب اللي في نفسك. ربيعة ما فكرش في عيشته الصعبة ولا في الفقر اللي هو عايش فيه، بص بس بيقين وقال: أسألك مرافقتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم اختبر عزيمته، قال له مفيش حاجة تانية مال أو دنيا. رد ربيعة بثبات: هو ذاك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما اداهوش وعد مجاني، لكن اداله مفتاح الوصول، قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني أنا هدعي لك بس أنت لازم تتحرك وتسجد لربنا سبحانه وتعالى وتقرب عشان تستحق المكانة دي. الخلاصة يا صديقي، اليقين مش مجرد أماني، اليقين إن يكون عندك طموح للجنة وللفردوس الأعلى من الجنة وتدفع ثمنها قول وعمل وسجود. ربيعة رضي الله عنه علمنا إن مفيش حاجة بعيدة على ربنا، بس ساعد نفسك بالجهد. ودي كانت حكاية يقين بطلها ربيعة بن كعب. ولو حكاية وصلت معنا لغاية هنا ما يقين تنساش تدعمنا نحييها بلايك من وشير عشان جديد، نستمر. نور الصحابة عهد لا يحيد،